لو انت شايف ان اللي هيحصل في الفيديو ده ملوش علاقة بيك، يبقى انت غالبا اكتر واحد محتاج تسمعه للاخر. خلينا نبدأ من مشهد بسيط عزيزي المشاهد، مش فلسفة، مش كتب، مش حضارة، مشهد مصري بسيط جدا. ممكن تلاقي 100 انسان واقفين على الطريق مستنيين ميكروباص واحد بس رايح المكان اللي ال100 رايحين. تخيل معايا وسط ال100 دول 30 راجل عجوز معدي 60، 25 ست امي واختك، و50 شاب في عز قوته. الميكروباص ما بيشيلش غير 14 فرد. فلما يجي عزيزي المشاهد ايه اللي هيحصل؟ دلوقتي انت سمعت السؤال عزيزي المشاهد، بس ما تجاوبش دلوقتي. لكن قبل ما تجاوب، لو المشهد ده كان من 100 سنة، اللي هيقرب من الباب مش هيبقى أسرع واحد لو الكلام ده من 100 سنة، ولا أقوى واحد، ولا اللي زق، هيبقى العجوز، وبعد كده الستات، وبعد كده الأكبر فالأكبر، وبعد كده لو فضي مكان للشباب. مش لأن الناس كانت ملايكة، لكن لأن في مبدأ سابق للرغبة. في حاجة اسمها مش دوري، في حاجة اسمها أنا استحمل، أنا أجي على نفسي شوية، بس الراجل الكبير ده هو الأول. تعالى بقى نشوف المشهد نفسه. في 2026 الميكروباص يقف والباب يفتح، وفجأة الشباب يهجموا، مش بيركبوا، بيهجموا فعليا. تزاحم، زق، صوت عالي، سواق يزود الأجرة ويقعد 4 بدل 3، وإذا كان عاجبكم. الراجل العجوز واقف ورا مصدوم مكشر، والست بتداس وما مفرومة ما بين الرجالة تقريبا، والكل بيبرر، ما هو لو مركبتش مش هلحق، ما أنا لو عملت نفسي محترم مش هوصل النهاردة، وأنا تعبان وأنا مستعجل، الدنيا مش ناقصة مثالية. لحد قال اتفضل يا حاج، ولو واحد قال يعني هو بيوجع الباقي بس يمكن عشان نبقى منصفين. بس ولا حد افتكر ان في ستات، ولا حد سأل نفسه هو ده صح ولا غلط. كلنا عارفين ان ده غلط. خلينا اوقف المشهد هنا وامسكك من دماغك. انت فاكر اللي حصل ده مشكلة مواصلات؟ احب اقولك لا طبعا، ده تلخيص مجتمع. اللي حصل في مثال الميكروباص هو نفس اللي حصل في حياتنا، نفس المنطق، نفس القرار. حبينا نفسنا اكتر من مبدأنا. زمان كان في حاجة اسمها نخوة، مش كلمة في فيلم ابيض واسود، نظام، سيستم. النخوة كانت بتقول مش القانون، مش الصح، مش انا مستعجل. النخوة كانت بتتكلم، كانت بتقول انا اقدر بس مش من حقي، عندي القوة ان اخش واقعد واختار الكورس اللي انا عايزه، بس مش ده الصح. ان ابدي العاجز اللي الوقفة بتتعبه اكتر من وقفتي، اللي محتاج يروح عشان يرتاح اكتر مني. النخوة كانت بتقول ان القوة مش انك تاخد، ان القوة الحقيقية انك تسيب. النهاردة النخوة بقت سذاجة، واللي يعملها يتقال عليه غلبان، مش فاهم الدنيا. هي الدنيا بتمشي كده، اسمعني بقى، ودي مواجهة مش موعظة. انت لما زقيت عشان تركب الميكروباص ما كنتش محتاج توصيلة، انت محتاج تحس انك كسبت ايه؟ مكان، دور، ولا كسبت احساس انك ما التزمتش وما دفعتش الثمن اللي انا وانت فاهمينه، الثمن الخاص بالانسانيه عموما. اللي حصل في الميكروباص هو نفس اللي حصل في الشغل، العلاقات، السياسه، الدين، الاخلاق. بقينا نركب قبل غيرنا حتى لو دوست عليه. تعال نكون صراحه شويه يا عزيزي المشاهد، احنا اتربينا على مبدأ واضح: الكبير له اولويه، الضعيف له حماية، والقوة عليها مسؤولية. امتى قلبنا الآية؟ امتى بقينا نقول أنا أولى من غير ما أسأل، أنا أولى من غير ما أفهم، أنا أولى بأي حاجة؟ خليني أقولها بشكل أكتر أسود. أنت لما حبيت نفسك أكتر من مبدأك، والكلام ليا يا عزيزي المشاهد، ما بقتش أذكى، أنت بقيت خطر، لأنك شخص بيبرر أي حاجة طالما في مصلحة. المجتمع اللي كان من 100 سنة كان فقير بس عنده ترتيب. النهاردة احنا مش بس مفلسين ماديا، احنا مفلسين قيم. مش لاننا ما نعرفش الصح، لكن لاننا قررنا ان الصح مش عمل، مش هو ده اللي هيمشي في الايام. الميكروباص مش قصة، الميكروباص مراية بتقول انك لو اديت فرصة انت اللي هتتزق، وانك بتعمل كده مش لانك شرير، لكن لانك اتربيت مؤخرا عزيزي المشاهد، وانا كمان معاك، ان اللي ما ياخدش يتاخد منه. اسأل نفسك السؤال اللي بتهرب منه: لو كنت واحد من ال50 شاب كنت هتعمل ايه؟ لو قلت كنت هسيب مكاني، اسأل نفسك بصدق ليه ما عملتش ده اخر مرة؟ ولو قلت كنت هركب، ده اعتراف، احترمك، بس انت اخترت نفسك عزيزي المشاهد مش المكان. وهنا بقى نوصل لجوهر الحلقة: الانسان لما يحب نفسه اكتر من الانسانية بيخسر انسانيته، وبعد شوية بيخسر نفسه. انت فاكر انك لما ركبت وسبت العجوز واقف انت كده انتصر؟ او ده مثال يقتصر على موضوع الميكروباص. قدر سيادتك عزيزي المشاهد عندك عربية. هقول لك المثال ده في انك خدت مكان في الشغل كان اولى بيه غيرك، او خدت منصب، او ايا كان. انت فاهم وعارف الدرس عليك، وعايزك تستنى شوية لما تكبر وهتلاقي نفسك واقف وحد بيزقك ويقول معلش الدنيا. ساعتها ما تسألش ليه حصل لي كده، اسأل انت زرعت ايه